السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفات جداد على قناة مطبخ بنت عيشة. كنرحب بكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفات اليوم غادي تكون متنوعة ما بين المالح والحلو. بالنسبة للحلو غادي نبداو بتحلية اللي غادي تكون لذيذة بزاف، مذاق الفريز اللي كيكون هذا هو وقتها. وبالنسبة للمملحات اللي عندنا فعندنا بعجينة سحرية كنحضروا بها ميني بطبوط وميني بيتزا اللي بحشوات اقتصادية ولذاذ بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله البنات الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش لي اول مره كتشوف القناه تشترك وتفعل الجرس باش توصل بالجديد ديال الوصفات، واللي مشتركين وكيتفرجوا في الفيديوهات ديالي كنتمنى ان شاء الله بطبيعه الحال الا كنت كيعجبهم المحتوى انهم يدعموني بواحد اللايك تحت من الفيديو، كومونتير زوين. نمشيو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. هنا بسم الله عندي هنا في واحد الكاسرونه درت 600 مليلتر ديال الحليب. هنايا غادي نزيد السكر. بالنسبه للسكر البنات كيبقى على حسب الذوق. انا درت هنايا 4 د المعالق كبار. يمكن لكم تزيدوا وتنقصوا على حسب الرغبه ديالكم. غادي ندير هنا شويه ديال الفاني السائل، يمكن لكم ديروا السكر المنسم بالفانيليا واحد الساشي. وغادي ندير البودره ديال كريم باتيسير، غادي ندير بها 2 معالق كبار وواحد شويه، يعني زدتو في الاخير بحال نقولوا 2 معالق ونص، ولكن راه ماشي عامرين مزيان، يعني الا عمرناهم راه غيكون 2 معالق كبار. صافي البنات، هنايا من بعد ما درت هاد المكونات غادي نجيب الخلاط اليدوي. غادي نحاول انني نمزج اولا نخلط مزيان هاد المكونات باش ينسجموا ليا مع بعضياتهم. ضروري هنا يكون باقي الحليب بارد باش هكا ما يديرش لينا داك البودره ديال كريم باتيسير شي تكتلات هكا في الخليط. غادي نخلط كلشي مزيان. غادي نرفع الكاسرونه ونحطها على النار متوسطه مع التحريك المستمر حتى غادي نشوف ان بدا الكريمه ديالي بدات كتعقد وكتشد في راسها. عاد من بعد غادي نزولوها على النار. ضروري كنبقاو كنحركوا باش ما كتهبطش لينا ديك الغبره كريم باتيسير في القاع الكاسرونه وتحرق معنا. فضروري كل مره هكا كنحركوا حتى غتوجد لينا كريمه ديالنا. هنايا البنات غادي نمشيو باش نوجدوا الكؤوس اللي غادي نفرغوا فيهم هاد التحليه هادي او هاد الكريمه هادي. فانا عندي هنايا لي بسكوي ديال لي بودواغ. يمكن لكم ديروا اي نوع من البسكوي كتفضلوه اولا تستغناو على البسكوي. بطبيعه الحال هو غير كاضافه، كيزيد كيعطي مذاق وكيعطي واحد القوام رائع. هكا كتلقاوه هكا ملي كتكونوا كتناولوا التحليه ديالكم كيضيف مذاق زوين. اللي ما بغاتش ديروا يمكن لكم تستغناو عليه. صافي البنات، هنايا كنحاول انني نفزقو شويه في الحليب باش كنرطبو واحد شويه، وكنقسمو هكا على 4. كندير كل كاس كندير فيه حبه وحده من البسكوي. لانه هاد الكؤوس اللي عندي راه موين، ماشي كبار بزاف ماشي صغار بزاف. صافي هنا غادي نحاول انني كما كتلاحظوا كنقطع البسكوي وكنحطو في القاع ديال الكاس. غادي نبقى مستمره حتى غادي نسالي كما كتلاحظوا الكؤوس ديالي كاملين. ومن بعد هنايا راه غادي نجيب الكريمه ديالي اللي كنلقاها عقادت على النار. فغادي نضيف لها هنا واحد الحبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفريز باش نبقاو بنفس المذاق تاع البنات. فانا درت الياغورت باش كتجي لينا التحليه اقتصاديه اكثر، لانه الياغورت كيكون متوفر في كل بيت. فالا بغيتو ديروا الكريمه فغتجيكم الذ بطبيعه الحال بالكريمه السائله. كديروا واحد الكاس ديال الكريمه السائله في بلاصه الكاس ديال الحليب، كتحيدوه من 600 مليلتر وكتضيفوه في بلاصتو الكريمه باش كتجيكم كريميه اكثر وكتجي لذيذه اكثر. صافي هنايا البنات غادي من بعد ما نخلط داك الياغورت غادي نزيد 5 القطع الشوكولاته. استعملت انا الشوكولاته العاديه، شوكولاته كالا هي اللي استعملت. كتجي لينا على هذا الشكل هذا، يعني هي اقتصاديه وكتكون متوفره في كل بيت. فانا كنحاول انني نقدم لكم دائما وصفات اللي كتكون اقتصاديه وفي نفس الوقت لذيذه بزاف. صافي هنايا البنات غادي نحاول انني نجيب واحد المغرف باش غادي يعاونني باش نوزع الكريمه ديالي على الكؤوس بلا ما بلا ما نرونو كاع الدنيا. ايوا صافي هنايا البنات غادي نبقى هكا مستمره كنفرغ في الكيسان بالمغرف ونخليه بطبيعه الحال واحد تقريبا 3 د الارباع ديال الكاس. ما غاديش نعمر فيه، فهي اللي غنخليها باش غادي ندير فيها الفريز من بعد. فكما كتلاحظوا عمرات ليا 6 د الكؤوس وعمرات ليا واحد الكاس اللي هو الصغير. هنايا بالنسبه للفريز انا جبت واحد الكميه تقريبا 6 د الحبات حتى ل7 د الحبات، كانوا عندي كبار ديال الفريز. قطعتهم درت لهم واحد الملعقه ديال السكر غير باش يطلقوا لينا داك السيرو، وكنزينوها كاضافه بطبيعه الحال في اخر. فهنايا قبل البنات راه التحليه ديالي درتها في الثلاجه حتى بردات واحد تقريبا 2 سوايع، عاد حطيت لها الفريز من الفوق. فخليو الفريز حتى كتقربوا تناولوها باش هكا كيبقى لكم داك الفريز باقي طري وزوين هكا في الماكله ديالو. صافي البنات من بعد قلت لكم زينتها، درت لي عريشه ديال النعناع. صافي وغادي نخليها على جنب وغادي نمشيو باش نحضروا العجينه السحريه ديالنا اللي غادي تكون
الأساسية لتحضير هاد المملحات ديال اليوم. هنايا درت كاس ديال الدقيق، درت عليه ملعقة ديال الخميرة، درت ملعقة ديال السكر سنيدة، درت كاس ديال الحليب دافي بطبيعة الحال باش غادي نخلطو هاد المكونات مزيان مزيان كما كتشاهدوا بالخلاط اليدوي، حتى كنشوفوا داك الدقيق انسجم لينا مزيان مع الحليب، ما يبقاوش نهائيا تكتلات ديال الدقيق كيبانوا لينا. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الماء اللي كيكون طبيعة الحال تا هو دافي، نفس الكاس اللي عبرت فيه الحليب درتو ماء. فهنا غادي نخلط مزيان هاد المكونات وغادي نغطي الاناء ديالي وغادي نخليه كيتفاعل واحد تقريبا 10 دقائق حتى كنشوفوا ديك الخميره تفاعلت معنا ودارت واحد الروه من الفوق، فهذا دليل على ان الخماره ديالنا راه تفاعلت كما كتشاهدوا بحال هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نبداو باضافه الدقيق باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا باش نشكلوها. صافي هنايا البنات غادي نضيف ربع كاس ديال الزيت النباتيه وغادي ندير الملح وغادي نبدا باضافه الدقيق تدريجيا وانا كنخلط حتى غادي نجمع العجينه ديالي. اسمحوا لي البنات. فهنا غادي نبداو باضافه كما قلت لكم الدقيق، درت الكاس الاول الكاس الثاني ديال الدقيق، غادي نعاود نخلط مزيان غير بالخلاط اليدوي حتى كندخل دوك 2 كؤوس ديال الدقيق. هذه هي المرحله كما كنقولوا ديال العجن ديال هاد العجينه هذه، لانه حنا ما غاديش ندلكوها ولا نعجنوها. فهنا ملي كنخلطوا بالخلاط اليدوي هذا هو اللي اننا حنا كنعجنوها. درت هنايا 2 كؤوس كما قلت لكم خلطتهم بالخلاط اليدوي، من بعد حيدت الخلاط اليدوي وهنا غنستعمل يدي باش نتحكم في العجينه اكثر. درت 2 كيسان اخرين مازال ديال الدقيق وجبت الكاس الخامس كما كتشاهدوا هنايا وغادي نبقى نضيفوه بالتدريج وانا كنجمع العجينه ديالي. العجينه ما خصهاش تكون قاصحه البنات، خصها تكون شويه مرخوفه باش هكا تجيكم اي حاجه درتوها بها يمكن لكم تشكلوها على حسب الرغبه ديالكم. هاد العجينه هذه راه كتشكلوا بانها العجب المتعجب، فكتجي رائعه في اي حاجه درتوها. لا يمكن لكم ديروها كما انا درت ميني بيتزا وبطبوط، يمكن لكم تشكلوا بها اشكال اللي هي كثيره بزاف. كما شاهدتوا من بعد ما جمعتها انا خديت معايا 5 الكؤوس بالضبط ديال الدقيق زائد الكاس الاولاني اللي درنا هي 6، ما مجموعه 600 غرام ديال الدقيق. صافي هنايا البنات خليتها حتى خمرات وتفاعلت كما شاهدتوا وتبارك الله طلعات وضاعف الحجم ديالها. صافي هنايا دهنوها البنات شويه ديال الزيت باش هكا داك من ديروا البلاستيك الغذائي وتغطيوها ما تلتصقش لكم العجينه مع البلاستيك الغذائي، فانا نسيت ما درتهاش. فصافي ماشي مشكل، حيد ديك العجينه اللي بقات في البلاستيك وصافي غادي نحاول انني نشكل العجينه ديالي نقسمها على جوج كما كتشاهدوا. نبدا اول قطعه هادو اللي غادي نديرهم ميني بطبوطات صغيورين، فكيجيو هكا حلوين وظريفين وكيجيو تبارك الله في المنظر زوينين بزاف. صافي هنايا كما كتشاهدوا غادي نبقى هكا مستمره وانا دائما البنات ملي كتكونوا كتسرحوا بالدلاك فالعجينه قبل ما تقطعوها ضروري تاكدوا انها ما لاصقه لكمش مع طاوله العمل، لانه العجينه ملي كتجبدوها راه كتولي كترجع. فاذا قطعتوا نتوما ما متاكدينش بان العجينه ديالكم ما متلاصقاش، فملي كتبقاو تقطعوا العجينه كتبقى تولي تجمع لكم، فضروري تاكدوا ان العجينه ما لاصقاش. صافي كتجيبوا واحد القطاعه دائريه بغيتوها مربعه على حسب الرغبه وكتقطعوا هكا وكتجمعوا العجينه اللي بقات باش ترجعوا لها من بعد. صافي هنا غادي نجيب واحد المنديل اللي رشيته بشويه ديال الدقيق، كنهز هاد العجينه اللي ما تكونش البنات ما ديروهاش غليظه لانه مازال غادي تنفخ لكم من تكون طيب. صافي هنايا كنبقاو مستمرين كما شاهدتوا انا درتهم هنا في واحد المنديل وخليتهم بلا ما كملت البيتزا ديالي نرجع باش نطيبهم. نطلقاهم بدات الخميره كتطلع فيهم. بالنسبه لنصف العجين اللي بتبقى لي دائما كنرش بالدقيق ونتاكد ان العجينه ما لصقاش مع طاوله العمل. كنحاول انني نبسطوه هنا في هذه الاثناء. راه شعلت الفران البنات، يمكن لكم طيبوا هاد ميني بيتزا غير في المقله ولكن انا غنديرهم في الفران. فالفران ديالي راه درتو كيسخن. دائما بطبيعه الحال خاصنا نتكو مزيان هاد العجينه هذه باش ما تنفخش معنا في الفران. صافي هنا غادي نجيب نفس القطعه اللي قطعت بها وغادي نقطع كما كتشاهدوا هكا دوائر اللي كيكونوا في نفس الحجم ديال ميني بطبوط اللي استعملت. صافي وغادي دائما نجمع العجينه اللي تبقات لي باش غادي نرجع نقرصها من بعد ونشكل منها ميني بيتزات اخرين. وصافي وهنا غادي نهد الميني بيتزا ماش نخليها كاع ترتاح، فمباشره بعد ما كنسالي من التقطاع ديالها كنحطها في اللاطه وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للبنات ملي غندخلوها للفران يكون الفران سخون، ما غاديش نخليوها حتى غادي طيب وتحمر. حنا بغيناها غير طيب نص طيبه لانه مازال غنديروا فيها الحشوه ونرجعوها. فبهذا الشكل هذا يمكن لكم تكثروا البنات العجينه وطيبوا واحد الكميه كبيره وتحتفظوا بها في المجمد. كتصهدوها كديروا لها نص طيبه وكتخليوها كطيب حتى كتصهد شويه وكتطيب. المهم غير ما كتحمرش كطيب نص طياب
كتخليوها تبرد، كتجمعوها هكا في بلاستيكات غذائيه اولا في البلاستيك الخاص بالمجمد، وكديروهم في المجمد وقت اللي بغيتوهم كتستعملوهم. يعني الناس اللي كيكونش عندهم الوقت بزاف بحال هكا في الحد ولا في السبت ملي كتكون عطله، يحضروا كميه كبيره ويديروها في المجمد، راه كتبقى مده طويله. صافي هنا البنات من بعد ما ساليت من الطياب ديال البيتزا ديالي، هنا غادي نرجع للبطبوط. فكادي نتلاقاه طلعت فيه كما قلت لكم الخميره. صافي كنبدا كنحطو في المقله وكنقلب، دائما المقله سخونه، كنحط فيها دوك العجينه ديالي وكنبقى كنقلب. فضروري هذا هو السر ديال البطبوط باش كيتنفخ ويتحل معكم في الوسط، وهو انه كتبقاو كتقلبوا كل مره، كتقلبوا كل مره كتقلبوا حتى كيتنفخ معكم بهذا الشكل هذا. راه ما كيبانش واضح مزيان في الصوره، ولكن راه كنحاول نهز باش نوريكم بانه راه كيكون منفوخ غير ما كيبانش، فكيجي لنا خاوي من الداخل وكيجي مهوي. هذه هي النتيجه البنات. كما لاحظتوا ميني بيتزا راه ما عجنتهاش بزاف، ميني بطبوط ديالي تا هو راه طيبته، كيجيو رائعين بزاف بزاف. صافي هنايا غادي نجيب كما كتشاهدوا البطبوط باش نوريكم كيفاش جا من الداخل. صافي انا كنفتحو كامل هكا بالمقص باش نوجدو باش اني نعمرو. هنا بالنسبه للحشوه ديال البطبوط غادي ندير واحد الحشوه اللي هي بارده، يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتو. انا درت واحد جوج خيزوات حكيتهم، كانوا عندي صغار، زدت عليهم تقريبا جوج بطاطات اللي سلقتهم. عندي هنايا شويه الخس، درت 3 البيضات مسلوقين، شويه المايز، وواحد العلبه ديال الطون. غادي ندير شويه الملح والمايونيز وغادي نجمع مزيان هاد الحشوه هادي. كتجي حشوه صيفيه بارده ولذيذه بزاف، كتعجب الصغير والكبير صراحه. كهاد البطبوط كيعجب الوليدات بزاف بزاف. وداك الشيء انا ما زدتش فيه حتى شي حاجه بحال الزيتون بحال البنات. يمكن لكم تزيدوا اي حاجه بغيتو، ديروا الزيتون، ديروا كورنيشون، ديروا اي حاجه بغيتوها، اي حاجه كتفضلوها. فاحنا كنحاولوا دائما نديروا هكا حويجات اللي كيبغيو وليداتنا يتناولوهم، باش هكا ما كيبقاوش غير يحيدوا ويحطوا. كليكم تزيدوا البنات البصله وتزيدوا اي حاجه بغيتو. صافي هنا من بعد ما كنخلطها مزيان، صافي هنا غادي نرجع البيتزا ديالي اللي كما قلت لكم بعد ما كطيبوها نص طيبه كتكون باقي ما محمره ما والو. غادي ندير هنا شويه ديال صلصه الطماطم اللي كتكون جاهزه. صافي غادي نوزعها هكا، وغادي نجيب الكفته البنات ما وريتكمش الطريقه ديال التحضير ديالها لانه انا ما درت ليها حتى شي حاجه. شويه ديال الكفته شحرتها مزيان في الزيت مع شويه د الملحه وشويه د الابزار. صافي البنات هادشي اللي درت. كلكم ديروا الفلافل على حسب كما قلت لكم الوليدات شنو كيبغيو. كديروا الفلافل البصله اللي بغيتو. فانا خليتها غير هكا، كتعجب بناتي بزاف غير بالكفته هكا والفرماج. ايوا صافي البنات من بعد هنايا ما كندير هكا شويه ديال الفرماج من الفوق. انا درت الموتزاريلا، كندير واحد الكميه هكا معقوله ديال الفرماج، ومن بعد اخر حاجه غندير شويه ديال المنسمات، الزعتر، اي حاجه كتمتوفره عندكم، شويه ديال الريحان اللي بغيتو. صافي وكتدخلوها الطيب وكيتحمر مزيان، كتحمر كتبدا داك الفرماج وكيذوب وكتخرجوها. صافي هنا غادي نرجع للحشوه ديالي. من بعد ما درت البيتزا تحمر في الفران، جبت البطبوط وجبت الحشوه ديالي وبديت كنعمر. انا العجينه البنات اللي تبقات لي كما شفتوا راه في الطرف درت شكلت بها كبطيبطات اللي كيكونوا كبار، وطيبتهم في المقله حتى هما غادي نعمرهم. صافي هنايا البنات كما كتشاهدوا كنبقاو مستمرين كنديروا هكا كميه مزيانه ديال الحشوه. كما كتلاحظوا تقريبا درت فيها انا ملعقه وواحد نصف ملعقه، المهم كنعمروا مزيان. صافي البنات النتيجه ديال الفيديو ديالنا والنتيجه ديال الوصفات ها هما كما كتشوفوا امامكم. بيتزا من بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره وكتجي لذيذه بزاف. كما كتشاهدوا ميني بطبوط بلا ما نهضر لكم عليه لذيذ، وكيجي واحد العجينه خفيفه تشكلوا بها العجب كما قلت لكم. بالنسبه للتحليه حتى هي امامكم. فهاد هاد العجينه البنات يمكن لكم ديروا بها ميني برجر، ديروا بها ساندويتشات، طيبوها في تشكلوها خبيزات ديروهم في الفران وتعمروهم. كتجي رائعه البنات كيما درتوا لها، كتصدق معكم. واحد العجينه اللي ساهله. كنتمنى الوصفات ديال اليوم البنات يعجبوكم. فقبل ما نودعكم غادي نخليكم تشوفوا التحليه كيفاش جات من الداخل البنات. شوفوا البنات داك السيرو كيهبط ديال الفريز، واحد التحليه لذيذه بزاف البنات. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم. خليتكم على خير وبخير، نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديوهات جداد. دائما كانت معكم اختكم غزلان، الى اللقاء.